تماسيح النيل يتهمون الفارس الأبيض في مباراة اليوم ما بين زهرة الجنوب نادي أسوان ونادي الزمالك لكي يلقي نادي الزمالك خسارته الأولى في افتتاحية الموسم أمام تماسيح النيل بثنائية مقابل هدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية العام الميلادي الجديد نادي الزمالك يلقي خسارته الأولى بالدوري أمام تماسيح النيل في مباراة كادت أن تنتهي برباعية أو خماسية لصالح نادي أسوان، ولكن القدر وقف بجانب نادي الزمالك. كورتين جم في العارضة وضربة جزاء مش محسوبة، ولكي تعود نغمة الانتصارات لنادي أسوان بعد البداية المتعثرة في الدوري وبعد فقدان أماله على الأقل في احتلال مركز في وسط الجدول، ولكن للمباراة الثالثة على التوالي بيفوز نادي أسوان. مش كده وبس، زي ما قلت لك الزمالك لقى خسارته الأولى. غير كده حكم المباراة الحكم المساعد اعتدى لفظيا على أحد لاعبي نادي الزمالك في مشهد بصراحة بعيد عن الكورة غير مقبول. انت دورك كحكم، حكم يعني زيك زي القاضي في الملعب، ليه تعتدي بالسباب على أحد لاعبي الفريق سواء كان الزمالك أو أسوان أو أي فريق تاني؟ هل انت كده دورك ان انت مسيطر على اللعيبة وانك كده محدش هيعرف يتكلم معاك؟ ما انت ممكن تتوقف من قبل لجنة التحكيم اذا كان في عدل. زي ما بقول في حلقة كل يوم، اذا كان في عدل في اتحاد الكرة المصري لابد ان الكل يتحاسب من اكبر واحد لاصغر واحد. وفوق كل ده حصل مشادة في غرفة خلع الملابس لنادي أسوان مع الجهاز الإداري لنادي الزمالك، برضه في مشهد غير مألوف بعد الموقف اللي حصل في المباراة والمشادة اللي حصلت. يعني هي بتبقى نرفزة ملعب، والناس اللي لعبت كورة عارفة الكلام ده. كنت بلعب مع أصحابي ومع قرايبي عادي في الملعب، ممكن أزعق ممكن أشوح، لكن ما وصلش إن أنا إلا أدب على حد، ما وصلش إن أنا أعتدي على حد سواء لفظيا أو بالضرب. دي حاجة خارجة عن الروح الرياضية وخارجة عن كرة القدم تماما نهائيا، محدش يقبلها بصراحة. وفي تصريح قاله فريرا بعد الماتش لمدير الفني بتاع أسوان، طلع قال له مبروك الفوز وكل حاجة بس بيلعبوا كده قدام الأهلي. عارفين فكرني بمين؟ مين فاكر فيكم فيلم ثقافي؟ حد فاكر الراجل التخين اللي كان اسمه صبحي لما خبط على الناس الباب وقال لهم أنا جاي تبع برايز الوسط برايز بيقول لكم اتوصوا بيا وفرجوني معاكم؟ ده اللي حصل بالظبط وبالحرف مع فيريرا لمدرب أسوان، عشان يرد عليه مدرب أسوان ويقول له احنا بنلعب كده قدام كل الفرق مش قدامكم بس. ومش صعبان عليا غير الجمهور اللي راح 30 ساعة رايح جاي في القطر ورا فريقه وفي الآخر رجع متنكد عليه. تخيل واحد سايب بيته سايب شغله وسايب مراته وسايب عياله عشان يروح يشجع النادي اللي بيحبه لمدة 30 ساعة رايح جاي، وفي الآخر فريقه يخسر. كان الله في العون. وفي المقابل أيضا نادي إنبي يعود للانتصارات بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، والمصري البورسعيدي يفوز على الداخلية بنتيجة 1-0. في تصريح اتقال من كابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي بأنه قال بأنه مش هيضم أي لاعب أجنبي للفريق إلا إذا كان مستواه أحسن من اللاعيبة اللي موجودة. ده اللي قاله كابتن أحمد حسام ميدو. هنيجي للأستاذ عامر حسين اللي صرح هو كمان وقال بأن بطولة الدوري سيتم تعديل الجدول في حال تعديل مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفي كأس العالم للأندية. وطبعا كلنا عارفين بأن النادي الأهلي قال عامر حسين إنه هيتأجل له مباريات في الدوري بسبب ان الاهلي هيشارك في البطولتين دوري ابطال افريقيا وفي كاس العالم للانديه، لكن الكلام مش عاجب النوادي التانية. وفي خبر كمان، اخبار هتخص النادي الاهلي، واولها النادي الاهلي يتصدر الدوري من جديد بفوزه على نادي بيراميدز
بثلاثيه مقابل لا شيء. النادي الاهلي النهارده قدم عرض ملحمي قدام نادي بيراميدز بعد ما كان الكل مراهن على خساره النادي الاهلي. ويمكن انا واحد من القرائل اللي توقع نتيجه المباراه. والله يا جماعه انا قلت الماتش يخلص 3-0 للاهلي، وبالفعل حدث ما كنت اتوقعه. الاهلي يفقر بالسهم مش بالسين، عشان الناس اللي بتقعد تعلق. يسقر من بيراميدز ويفوز بثلاثيه نظيفه، عشان النادي الاهلي زي ما قلت امبارح المباراه دي هتكون مباراه هامه ومصيريه في بطوله الدوري بالنسبه للاعيبه بتوع الجيل الحالي، وما كنتش ببالغ. ومنها عده مكاسب زي ما قلت لك. الاهلي رجع تصدر الدوري، نفسيا فاز على نادي بحجم فريق بيراميدز وبعده عن المنافسه، وغير كده كمان وسع الفارق ما بينه وما بين نادي الزمالك ل3 نقط. ولو ان البطوله لسه فيها كتير، ولكن انا بتكلم ماتش بماتش، بتكلم على كل حاجه بتحصل حرفيا. وفوق كل ده زي ما قلت لك بعد بيراميدز عن المنافسه بقى بيراميدز حاليا الرابع، ومعنويات اللعيبه بتاعه الاهلي كمان بقت مرتفعه عشان يواصل النادي الاهلي تصدره. وقال كمان مارسيل كولر في التصريحات بانه اللعيبه نفذت الكلام اللي قاله بالظبط، بانه كان عايز يخطف هدف الفوز ويقفل المساحات ويضيق الملعب على نادي بيراميدز ويلعب على المرتده ويسجل منها اهداف. وده اللي حصل حرفيا في مباراه اليوم بالنسبه للنادي الاهلي. وغير كده كمان عندنا خبر بيخص المدير الفني لنادي اسوان كابتن ايمن الرمادي، وقال مباراة صعبة على فريق متصدر ولكننا فزنا بفضل الله وبمجهودنا. ده اللي قاله المدير الفني ايمن الرمادي في التصريح بتاعه اللي قاله بعد مباراة الزمالك واسوان، عشان يأكد نادي اسوان بانه بالفعل طبعا كل حاجة بفضل الله، ولكن بيفوز بمجهوده بعيد عن روح الاحتواء وبعيد عن روح البروتوكول وتقنية الفار والكلام ده كله. شفتوا النهارده حكم مباراة الاهلي وبيراميدز، شفتوا بان في تحجيم للنادي الاهلي من قبل الاتحاد المصري وايضا الاتحاد الافريقي. سيبك من الاتحاد الافريقي دلوقتي، في تحجيم للنادي الاهلي، وان بطولة الدوري تكون موجهة لنادي واحد. طبعا عارفين هو نادي مين، مش محتاجة نقول نادي الزمالك، عشان يواصل النادي الاهلي تعنته وتصدره بالنسبة لجدول الدوري وللمسابقة، ويفضل النادي الأهلي ماشي على وتيرة واحدة ألا وهي بأننا ورايا جمهور يحرك الصخر، وإن الأهلي عمره ما بينكسر ولو وقع عليه 1000 أمة. أتمنى من ربنا إن مباراة اليوم تكون بمثابة انطلاقة جديدة لفريق النادي الأهلي في مشواره كامل، سواء في بطولة الدوري المصري أو في بطولة دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله في كاس العالم كمان للانديه. وبكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.